قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فطوبى للغرباء. في معجم الطبراني بسند حسن قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ من هم الغرباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. شفت انت اللي بيشرب الخمور، اللي بينتهك الحرمات، اللي بيفعل ويفعل، فأنت أصلحت من نفسك واستطعت بفضل الله عز وجل أن تصلح الغير. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية عند الترمذي بسند حسن كذلك من الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي رواية الذين يفرون بدينهم من الفتن. يعني تفر من هذا البلد، اترك هذا المكان، كل المكان من أجل أن تفر بدينك، تفر إلى الله. وآية ذلك ما رواه البخاري في صحيحه. الرجل قتل 100 نفس. لما سأل عن أعلم أهل الأرض ماذا قال له؟ قال اترك هذه الأرض، سيب الأرض اللي فيها، فإنها أرض سوء. الرجل فقه لهذا الكلام وسمع هذا الكلام وفر من هذه الأرض، فر بدين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الفتن لعصيبة، والفتن مئات بل آلاف، بل أقول لحضراتكم ربما تتجاوز الآلاف، وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عن الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى الفتن من خلال بيوتكم كوقع القطر. إخوانا الكلام ده كان في عهد النبي، نظر إلى بيوت الصحابة رضي الله عن الجميع، قال لك أنظر إلى الفتن من خلال بيوتكم كوقع القطر، زي المطر. هذا القطر الذي ينزل من السماء. كانت الفتن في عهده فما البال والحال، ونحن في زمن أصبح المتمسك بنهج رسوله غريب. هذا الرجل ده حاجة يعني إيه؟ بعيد عن الناس، نأى عن الناس. وأنا بحب الله وأحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء، طوبى لهؤلاء الذين امتثلوا لأمر الله وأمر حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، لقد ظهر في الأيام القلائل الماضية الكثير والكثير، يعني خلال 8 أيام و9 أيام أو 10 أيام ظهرت فتن عظيمة جدا. وكانت هذه الفتن أن تعصف بكثير من الناس. لما خرج علينا هذا الرجل وأخذ يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم، لكن النبي ده أخذ يتطاول ويسب ويشتم النبي وهو مسلم. هذا رجل مسلم في جامعة ومؤسسة رسمية، لكنه عوقب هذا الرجل. وكما أيها الإخوة المسلمون، لما تطاول هذا الخنزير، هذا الآثم المجرم، على كتاب الله عز وجل بفتنة، لما يتطاول على هذا الكتاب المقدس المبارك القرآن المجيد، هذا القرآن العظيم، لما يتطاول منحرف من المنحرفين على هذا الكتاب العظيم، والله إنها لطامة عظيمة، والله إنها طامة خطيرة. الأعجب أيها الإخوة المسلمون أنكم لو تأملتم لصحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
لو نظرنا إلى هؤلاء الصحب الأفاضل الكرام لكانوا من أسعد الناس وأشرف الناس. وهذا إن دل فإنما يدل على امتثالهم لأمر الله وامتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يدعو الإنسان إلى 6 أشياء، هذه نختم بها إن شاء الله. إن الشيطان يدعو الإنسان إلى 6 أشياء، إن وصل إلى الأول وإن انتقل إلى الثاني. عشان تنتبه كده، الشيطان يدعو الناس على أي أساس أو على أي شيء. قال ابن القيم رحمه الله كما في بدع الفوائد، قال: يدعوه إلى الكفر والشرك لله عز وجل. فإن نجا أي هذا الإنسان من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى دعاه إلى البدع، والبدع كما كان يقول سفيان رحمه الله أحب إلى الشيطان من المعصية. وإن عجز الشيطان عن إيقاع العبد في البدع أوقعه في الكبائر، وإن عجز عن إيقاعه في الكبائر انتقل إلى الصغائر، وإن عجز عن إيقاعه في الصغائر أوقعه في المباحات التي تشغل عن الطاعات. طب الشيطان عجز عن هذه الأشياء. قال ابن القيم: وإلا فأوقعه في الشيء الذي ما نجا منه حتى الأنبياء، اللي هو شيطان الإنس. شيطان الإنس كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إلى كل نبي عدوا، وكذلك يوحي ربك عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. نعم أيها الإخوة المسلمون، فشيطان الإنس هذا خطير جدا، وهذا من أعظم الشياطين التي عصفت بكثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسألك ربنا أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر مصر من فتن ما ظهر منها وما بطن، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأقول إن شاء الله عز وجل بحضور الشيخ علي قاسم شرفنا بفضل الله تبارك وتعالى، فمرحبا به وجزاه الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ محمد جابر. والآن مع فاكهة الدعوة فضيلة الشيخ علي قاسم، وهو ابن من أبناء المنصورة، وقد تربى وترعرع على يد فضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع فضيلة الشيخ، فليتفضل. السلام عليكم شيخنا. الشيخ حمزة حات. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك حضرتك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي وأحبتي أهل أسوان، تقبل الله منا ومنكم. ابتداء يعني جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد القارئ، صوته حسن ما شاء الله، ربنا يحفظه ويرعاه. وجزا الله تعالى خيرا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، كلامه طيب لا يمل. وأنا قلت لإخواننا سيبوا الشيخ وخلوا الناس تنتفع به، فنسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الحقيقة أن لقاءنا في هذا اليوم الكريم المبارك هو لإخواننا من الشباب، لا سيما الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة. ففوجئت ما شاء الله بأن إخواننا الكرام من أهل السنة والجماعة قد شرفونا
فالواحد دلوقتي واقف في حي صبيص، هل سيكلم الإخوة حفظهم الله تعالى أم سيكلم عامة الناس؟ فشرح الله صدري أن أكلم الفريقين. حقيقة عندنا إشكالية، هذه الإشكالية كيف نتغير ونغير، دي إشكالية. النهاردة إحنا قاعدين في نادي أسوان، إزاي نتغير ونغير؟ حينما أتيت إليكم مررت على ما يعرف بالكورنيش، مش عارف هو اسمه الكورنيش هنا يا شيخ محمد؟ الكورنيش، الحمد لله. فوانا ماشي شايف بشر كتير جدا، ممكن ما بيصلوش، ما بيصوموش، ممكن لا يقوموا بكثير من يعني التكاليف الشرعية. دي مشكلة، صح ولا لا؟ اللي موافق ان دي مشكلة يرفع ايده. مش مشكلة، انا مش شايف في ناس مش في دماغ القصة دي. مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. رغم أن تغيير هؤلاء ليس صعبا، وهي دي البداية اللي أنا عايز أبدأ بها النهاردة. بعد أن التقينا بأساتذتنا أستاذنا الكريم وبإخواننا الكرام في جامعة جنوب الوادي حفظهم الله، استشعرت حقيقة أن تغيير الناس ليس معضلا، ولكنه بحاجة إلى نوع من أنواع الرحمة والحكمة، إلى نوع من أنواع الإصلاح الواعي المتدرج. وإحنا في أخذوني كده في مركب، فلقيت واحد حاطط شعار على المركب بتاعه جفارة. فالراجل راجل طيب، قلت له يا عم الحاج، قلت له انت عارف صورة الراجل اللي انت حاطه ده؟ قال لي ولا اعرفه. هعرفه منين يعني؟ قلت له ده اسمه جفارة، رمز من رموز الإلحاد والكفر، تحطه. قال لي ولا تزعل نفسك. راح قايم مقطع الصورة دي. سؤال: كم جفارة حضرتك شفته وسكت؟ كم منكر حضرتك شفته وكبرت دماغك؟ هذه إشكالية. لهذا أردت أن أبدأ كلمتي فأقول للجميع: التغيير ليس صعبا وليس مستحيلا، ولكنه بحاجة إلى نفس طويل. يبقى رقم واحد: التغيير ليس مستحيلا، ولكنه بحاجة إلى نفس طويل. كيف نغير أنفسنا؟ هذه مشكلة، كيف تغير نفسك وتغير من حولك. حقيقة حينما نظرت وجدت أن علماء التربية وعلماء النفس يقولون لا سبيل إلى التغيير إلا بشيء واحد: أن تغير قناعاتك الخاطئة ابتداء، ثم تجتهد على إصلاح نفسك، ما يعرف بالإحلال والإبدال. معايا يا أخوانا؟ أنا هشيل حاجة وأحط حاجة. هشيل حاجة اسمها القناعات الخاطئة اللي تربينا عليها، زي يا ابني ما فيش أمل، يا ابني والله لو ادنت هم متغيرين. صح؟ مش الكلام ده اللي بيتقال؟ وفضلوا 50-60 سنة يلقنوه لنا جيلا بعد جيل. صح؟ حتى ربيت الأجيال تربية العبيد. يطلع أبوك يقول لك يا ابني امشي جوه الحيط، مش يمشي جنب الحيط، جوه الحيط. الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. يا ابني انت هتغير الكون يا حبيبي،
يا ابني كبر دماغك، يا ابني سيبها تسبح. هذه الكلمات من أبرز أسباب الفشل. صح، بتخليك دايما خاضع خانع، ليس عندك أدنى استعداد لا للتغيير الشخصي ولا للتغيير البيئي أو المجتمعي. صح، وبالتالي عندك دائما إحباط، عندك دائما سلبية، عندك دائما نوع من أنواع القنوط واليأس. تعرفين يا إخواني، أحد الدعاء إلى الله وقف مجموعة شباب ثالثة ثانوي، أولى كلية، تانية كلية، أولى كلية هندسة، تانية كلية تجارة. لقى الثلاث أصناف دول مجتمعين في قعدة حظ بيشربوا حشيش. ما أعرفش الحشيش وصل عندكم؟ عندكم مرجوانة، نسيت دي، صح. فدخل أخونا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا شبح، دخل وبلغة الحشاشين هيفصلنا. يا دي الخيبة النقعة يا أولاد، إيه الليلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي؟ احنا جايين يا ابني عشان ننسى، تقوم طلع لنا زي الشبح تفكرنا. فوقف أخونا مذكرا بالله تعالى لمدة 5 دقايق بس. بيقول ببص على 3 منهم، كانوا 5 في عربية، بيقول 3 منهم لقيتهم بيبكوا وبيقولوا احنا مش عارفين احنا بنعمل كده ليه. فجاي يمشي بيقولوا له لو سمحت عشان خاطرنا، لو سمحت خد بإيدينا. يا لو سمحت خد بإيدينا، ماذا لو كان شعارنا أن نأخذ بأيدي أنفسنا وبأيدي إخواننا؟ صح، كان هيبقى ده الوضع، كان هيبقى ده الواقع؟ أبدا. في رمضان الفائت دخلنا على مجموعة شباب بيرتكبوا محرم، فوقفنا نكلمهم. فهو شارب سيجارة مثلا في ايديه السيجارة، بقول له ارمي السيجارة لله، تترمى. تكلمه كلمتين يقف كده ثابت زي ما يكون عسكري. فبقول له انت ليه بتعمل كده يا ابني؟ فرد أعجزني وأحزنني. قال لي أنا أول مرة حد يقول لي السؤال ده، عمر ما حد قال لي انت بتعمل كده ليه. دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. إذن نحن بحاجة أن نغير القناعات السلبية التي ربينا عليها جيلا بعد جيل. صح، وبالتالي سنصل إلى ما نصبو إليه من تغيير أنفسنا ثم من تغيير من حولنا. يبقى دي رقم 1 أو رقم 2. احنا قلنا رقم 1 التغيير ليس مستحيلا. 2 غير القناعات الخاطئة الفاسدة التي ربيت عليها. كيف نتغير؟ 1 لابد أن تكون من ذوي الصلة الوطيدة بالله. يبقى رقم 1 يا إخواني، علشان يحدث تغيير جذري حقيقي لازم يبقى في ارتباط بين الأرض والسماء، ارتباط بين البشر ورب البشر سبحانه وتعالى. يبقى دي رقم 1. ولهذا نجد أن الغربيين يخطئون غاية الخطأ في حق كل المرضى الذين يذهبون إليهم للعلاج من الأمراض النفسية. يروح له واحد والعياذ بالله لوطي يرتكب فاحشة اللوط، فيقوم التاني يقول له إيه؟ يقول له حضرتك ما فيش مانع علشان تغير العادة دي إن أنت تمارس الفاحشة مع بنت عشان تثبت لنفسك أنك رجل. ده صح ولا غلط في ديننا؟ غلط. ده صح ولا غلط في تقاليدنا؟
غلط. وبالتالي هذا الإنسان إن أصلح شيئا أفسد أشياء. صح، لأن الإنسان جسم وروح يا إخواني. الإنسان إيه؟ جسم وروح. لو اديت الجسم كل متطلباته وسبت الروح فأنا أعذب الروح، بخنق الروح. في مصطلحات الشباب بعد إذن عم الشيخ محمد، في مصطلحات الرجال، أصل في قاموس يا شيخ محمد اسمه قاموس مصطلحات الشباب، قاموس خاص، ده غير المعجم الوجيز والمعجم الوسيط. في معجم تاني اسمه معجم الصيع، معجم كده ثالث يعني، ده إن شاء الله ربنا ينجينا. فالمعجم ده تلاقي في المصطلحات بتاعته يقول لك إيه في النقطة دي، يقول له يا ابني كبر نفوخك، ربنا خلق لنا 2 ودن، واحدة تسمع والتانية تطلع. فاخونا ده علشان عنده هذه القناعة، عنده يقين إنه عمره ما هيتغير. صح، فاحنا بنقول له لن تتغير إلا إذا ارتبطت الأرض بالسماء، إلا أن تكون لك علاقة خاصة بالله. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في حاجة اسمها الاسترس، توتر. صح، أمراض التوتر دي انتشرت انتشار مذهل في 20 سنة الأخيرة، وصارت هذه الأمراض أكبر نسبة بتعوق الإنسان السليم عن مزاولة أنشطته اليومية. صح، بيصاب الإنسان باكتئاب، بتوتر، بأرق، بقرف، بحزن، بإحساس بالفشل، بإحباط. هذه المنظومة الظلامية، المنظومة دي سببها الرئيسي الانفصال النكد بين الجسم والروح. معايا؟ فبدأ الشباب بتاعنا في كل مكان حتى في الصعيد يتربى إن الدين دروشة، وعيش حياتك، عيش لياليك، عيش اللحظة. هذه المصطلحات صارت قناعات لدى كثير من الشباب، وبالتالي ازداد عند هؤلاء أمراض نفسية. انتشرت الأمراض النفسية وزادت الأمراض النفسية. صح يا أخوانا ولا لا؟ زادت ولا لا؟ زادت جدا وانتشرت خالص، حتى كادت أن تؤدي إلى انتشار مذهل في المجتمع للانحراف السلوكي. نسأل سؤال، واحد ماشي مع بنت، عندكم حد بيمشي مع بنات هنا؟ مفيش الحمد لله. في الأمة كلها ولا إيه؟ بيمشي مع واحد ليه؟ هتقول لي أصل دي شهوة. هقول لك في فرق بين العرض والمرض. الدكاترة يفهموا الكلام ده. في مرض وفي عرض. المرض، انتوا معايا يا إخواني ولا مش معايا؟ المرض ممكن يكون غير ظاهر العرض، واحد بيعطس، العطس ده العرض. المرض ايه؟ ممكن يكون التهاب في الجيوب الأنفية زي حالاتي، ممكن يكون نزلة برد. صح، ممكن يكون التهاب رئوي، التهاب في الشعب الهوائية. يعني الدنيا ايه موجودة. إذن هذا عرض وله ايه أسباب. صح، احنا بقى عندنا مشكلة كشباب لما بنيجي عايزين نعالج مرض احنا واقعين فيه. عندنا مشكلة واحدة، تخيلوا ايه المشكلة؟ ان احنا بنعالج ايه؟ العرض، ما بنعالجش المرض. علشان كده الشاب بيجي لي يقول لي انا كنت بعمل العادة السرية امبارح ونفسي التزم واسيبها.
فبقول له توكلنا على الله يا ابني، اعمل 1 2 3 4 5. يقعد أسبوعين ويعملها تاني، لأن أنا ما عالجتش المرض، أنا عالجت الإيه؟ العرض. طب ممكن إيه يبقى عرض للعادة السرية مثلا، أو لمصاحبة بنت. أنت عارف ممكن يكون المرض الرئيسي عنده إيه؟ إنه فاضي. يبقى المرض الرئيسي الفراغ، وأعراض هذا المرض طلعت بقى: واحد بيحب واحدة، واحد بيعمل عادة سرية، واحد ثالث بيشرب مرجوانة، واحد رابع بيتفرج على أفلام جنسية، واحد يعني الدنيا إيه؟ الدنيا ماشية. إذن لابد وأن تتوطد علاقتك بالله. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صح يا إخواني؟ كانوا يقولون: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يبقى رقم 1، أول خطوة حقيقية عملية على طريق التغيير التصالح مع الله. مين هيصالح ربنا؟ ولا حد. مين هيتصالح مع الله؟ يرفع ايده اليمين. يستغلوا ان انا لابس نظاره مولانا والناس اللي ورا مطفنشاني. طب ايوه، الله يفتح عليك، ارفع لي ايدك الاثنين. ده الحرام يا رجاله. جزاك الله خير. يبقى رقم 1 التوبة. موافقين على دي؟ طيب، رقم 2 رفض القناعات السلبية. رقم 2 رفض القناعات السلبية. كل ما يجي لك صرصار من الصراصير الفكرية اللي كانوا بيحرصوا على ترويجها عن طريق الإعلام العميل الموجه، لو سمحت ارفض هذه القناعات. لو سمحت ارفض هذه القناعات. مثال: يجي لك واحد يقول لك احنا بعد 25 يناير غير قبل ايه؟ 25 يناير جميل، صح. يقول له اللي يكلمك خزق عين الاثنين، صح. أنا حر. شعار هذه الثورة حرية وعدالة اجتماعية. طيب، أي حرية في العالم لها سقف ولا لا؟ لأن لو ما لهاش سقف تبقى فوضى، ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش حرية. فلما واحد يمشي في الشارع ويقوم لافف سيجارة بانجو، ده حر ولا الراجل دون من أسباب انتشار الفوضى في أسوان؟ الأولى ولا الثانية؟ ما بسمعش كويس. الأولى ولا الثانية؟ جزاكم الله خير. واحد تاني قاعد في جنينة الأسماك ولا في حديقة النباتات عندكم هنا، وماسك إيد بت، لا مؤاخذة يا شيخ محمد، واخد بالك، وقاعد يفعص في ايديه. السؤال يا ابني، اللي انت بتعمله ده انت بتعمله ليه؟ يقول لك انا حر، محدش له حاجة عندي، ربك اللي هيحاسبني، ربك رب قلوب، سيبها لله. مش هي دي اللي بيتقال؟ في حاجة تانية نسيتها؟ هو ده. هذا الإنسان لن يتغير إلا إلى الأسوأ. وصلت؟ هذا الإنسان لن يتغير إلا إلى الأسوأ. واحد زي حضرتك دخل على موظف، فالموظف عايزه يمضي له امضى، فبيقول له فتح. قال له عم احنا بعد 25 يناير. قال له ليلتك زفت ان شاء الله، بعد 25 يناير الورق ده ناقص 20 ورقة.
يا أستاذنا ده أنت ما فيش إلا خيط. قال له أنت بتفهم في شغل أكثر مني. هذا الإنسان سيتغير ولكن إلى الأسوأ. صح؟ علشان كده احنا شفنا ان في ناس كتير انفلت زمامها الفترة اللي فاتت. صح؟ اللي كان عايز يبني على حتة أرض مخالف راح عامل ايه؟ راح باني. اللي كان عايز يمشي مع بنت في الشارع حاطط ايده في وسطها مشي ولا ما مشاش؟ مشي. اللي كان عايز يشرب حشيش وبنجو ومرجوانة وترامادول والعيلة الزبالة دي عمل. اللي ما كانش بيصلي بقى بيقول لك أنا مش مصلي. ليك حاجة عندي؟ مسخرة. كيف نقضي على هذه المسخرة؟ قال لك لازم تتوب وتغير القناعات الخاطئة اللي انت تربيت عليها. ماشي؟ في الحكاية دي بقى هعمل معاك واجب وهقول لك حاجة لله. مين هنا في له في النت؟ الحمد لله المشايخ ملهاش في الكلام ده. مين له في النت؟ الله أكبر. أيوة رجالتي، بس أنا مش هشتغل إلا لما الناس الطيبة اللي هناك دي. هتخش على موقع way to الله، الطريق إلى الله، أو على منتدى الحور العين. هتلاقي سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. سلسلة اسمها ايه؟ الشباب مشكلات وحلول. هتبص في السلسلة تلاقي محاضرة اسمها دعوني التزم لعلي قاسم. عرضنا لأهمية الالتزام وفضل الالتزام ومراحل الالتزام، بس أهم حاجة عرضنا لها وردنا عليها رد مشبع ديني وعقلي وواقعي الشبهات اللي انت هتتعرض لها لما تبدأ تخطو الخطوة الإيجابية في التغيير. وصلت؟ الشبهات. هيطلع لك واحد صاحبك يقول لك الله يرحم يا مولانا، الله يرحم، هتعمل علي أنا يا شيخ؟ يالا ده احنا دفنه سوا. هيطلع لك واحد تاني يقول لك لا إله إلا الله، ضحكوا عليك يا ابني وشربوك حاجة أصفرة وجابوك نادي أسوان، لا إله إلا الله. هيطلع لك واحد تالت يقول لك أنا حر. واحد رابع يقول لك هو أنا أغير الكون. واحد خامس يقول لك أصل اللي بيلتزم بيتخذ من قفاه. واحد سابع هيقول لك يا عم سيبها لله خليها تسبح. كل كلام اللي حضرتك بتقوله ده ردنا عليه ولله الحمد والفضل والمنة. يبقى علشان تغير هذه القناعات السلبية لو سمحت اتعلم كيف ترد على هذه القناعات السلبية علشان تبقى مؤثر ولا متأثر؟ علشان تبقى مؤثر. رقم 3، كن صاحب إرادة. الإرادة دي بتيجي إزاي؟ بتيجي من نية زائد عزيمة. وصلت؟ نية زائد عزيمة يساوي إرادة. طيب الراجل اللي ما بيصليش في المسجد معايا رجالة؟ الرجالة الطيبين الحلوين المؤمنين اللي ما بيصلوش في المسجد جماعة، بنسألهم ما بتصليش ليه؟ يقول لك والله يا مولانا ده انت لو فتحت وشقيت قلبي ده هو هتلاقي الإيمان لازق في قلبي، هتلاقيني بحب ربنا جدا. طيب يا أستاذنا حضرتك بتحب ربنا جدا، أنا مصدق دي، حضرتك ما بتصليش في المسجد معانا ليه؟ يقول لك والله أصلي مش عارف أقول لك إيه، بنشغل، أصل بكسل، أصل تعبان، أصل مش عارف نفسيتي فيها إيه، أصل مشغول. تخيل واحد في الشعب المصري بيقول لك أنا مشغول. مشغول صح؟ مشكلة يا فضيلة الشيخ، مسخرة. والله مشغول علي أنا. فالعم المشغول يا فندي بيقنع نفسه إن هو كده صح، فيجي عايز يصلي فنقول له لا تكفي النية علشان تصلي صح، لازم نية زائد
عزيمة علشان تتحول نية زائد عزيمة يساوي إرادة، ونلاقي الكلام ده على أرض الواقع. صح؟ طيب إزاي تيجي العزيمة؟ قال لك في حاجة اسمها تمارين العزيمة. تمارين العزيمة. حضرتك نفسك تبقى هولاكو، تمشي في أسوان، كل بنات أسوان يقول لك اللهم قربنا إليه. صح؟ انت نفسك، يعني انت بتطمح في ذلك من طموحات فضيلتك ان كل حريم أسوان يشاوروا عليك. فبتعمل ايه؟ بتروح الجيم او بتيجي النادي او بتروح الصالات الرياضية. صح؟ وبتبدأ تتمرن بشكل متدرج لغاية ما توصل للي انت عايزه. صح؟ سؤال يا أخي ويا صديقي، انت عايز تتغير؟ انا جاي لك عشان نفسي اتغير، جزاك الله خيرا وهديك بوس على الهوا. بس هسألك سؤال تاني، انت عايز تتغير بجد ولا انت جاي كده؟ لا، عايز اتغير بجد. هقول لك جزاك الله خيرا وبوستين على الهوا. طيب اتغير ازاي؟ بتمارين العزيمة. تمارين العزيمة دي اعملها ازاي؟ هقول لك. كنت في جامعة جنوب الوادي، قلت لهم هنعتبر نفسنا لما نتغير في KG1، مرحلة الايه؟ الحضانة. لسه قدامنا 6 سنين ابتدائي، 3 اعدادي، 3 ثانوي، 4 جامعة. صح؟ انا عايزك تعتبر نفسك النهاردة في KG1. طب هتعمل ايه؟ هتعمل ورقة اسمها ورقة محاسبة من السبت للجمعة، من السبت للايه؟ للجمعة. وتقوم لازم نفسك بعبادتين بس. 1، 5 صلوات في المسجد جماعة للرجالة. طب أنا بصلي بس في البيت، قابلني لو كملت شهر. هتصلي أسبوع، تاني أسبوع هتقطع، تالت أسبوع هتسيب، رابع أسبوع ما انتش داخل أبدا. صح؟ طب حل الموضوع ده ايه؟ قال لك بسيط جدا، 5 صلوات في المسجد جماعة. 1، 2، ترتب يومك على الصلوات ال5. بعد الفجر هفطر او هجري، بعد الظهر جمعة، بعد العصر غدا، بعد المغرب هتمشى، بعد العشاء هقضي مصلحتي وهخلص بدري علشان عايز انام عشان صلاة الايه؟ صلاة الفجر. يبقى انت بترتب يومك على ال5 صلوات. يبقى من الغلط ان انا اقول الساعة 12 هقابلك. صح؟ انما هتقابله امتى؟ بعد صلاة الظهر، علشان تبقى تتعلم ان انت تظبط نفسك على مسألة الايه؟ على مسألة الصلاة. يبقى 5 صلوات. وتقوم عامل ايه؟ كاتب كل يوم السبت صلاة الفجر الحمد لله، الحد السبت، الحد، الاثنين. جيت يوم الثلاث ما صليتش الفجر. ليه؟ اصلا انا قابلت شقاليطة اول امبارح، فراح زنقني على قهوة ما اعرفش ايه عندكم، اشهر قهوة هنا ايه؟ السكرية. ليلتكم فل ان شاء الله. رحت قاعد على قهوة السكرية وتوكلت ورحت شارب على ايه؟ شيشة. فقعدنا نتكلم وبتاع ومش عارف ايه. فجأة بقت الساعة 3، فجأة روحت متأخر، فجأة ما صليتش الفجر. كلام جميل. عملت غلط في الخانة دي، عندك عقوبة علشان انت ما صليتش الفجر، ما تفطرش. دي اسمها تمارين العزيمة. طيب حضرتك ما صليتش الظهر هتبقى ليلتك فل ان شاء الله. يبقى لا فطار ولا غدا. واخد بالك؟ هيطلع لي واحد حليوة كده يقول لي ما انا مولانا ما بيأثرش معايا موضوع الاكل، انا مش مشكلة عندي اكل. هقول لك ايه اللي يوجعك بقى؟ سبت صلاة الفجر 5 جنيه. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ 5 جنيه الفجر، وسبت صلاة العشاء 5 جنيه في اليوم، تدفع كام؟
10 جنيه. انت عارف انت لو سبت 3-4 صلوات في الأسبوع تاني يوم هتبقى أمام المسجد. ليه؟ علشان انت اتعلمت واتكسرت. اللي عايز يتغير لازم يفرض على نفسه عقوبة، والعقوبة تبقى عقوبة ملزمة علشان تكسر نفسه ويروض بها نفسه. وصلت معايا يا اخوانا؟ ما صليتش علشان اتفرجت على فيلم نص كم بالليل، فجأة مصارين انفجرت، فجأة رفصت بالليل. عرفت مشكلتك. طب هنحلها ازاي؟ يوم الخميس هتربط رجل فضيلتك في السرير. بس انا عندي مشكلة. ماشي عم تابعنا خلاص، اتكلم براحتك يا ابني خلاص. لا يا ابني خلاص، اللي يجوا عليكم ما بيكسبش يا حبيبي. معايا يا اخواني؟ عايز اقول ان انت ممكن تغير نفسك عن طريق العقوبة. معايا يا اخوانا ولا لسه؟ فانت يوم الخميس ما انتش نازل، انت عندك يوم الخميس النزول فيه مقدس ولا لا؟ عيد ميلاد ابليس يوم الخميس. فانت عندك الخميس لا يمكن ان انت تعمل ايه؟ تتنازل عن النزول يوم الخميس. لو انت كسرت نفسك وما نزلتش الخميس انتصرت على نفسك، ودي بداية تغيير. وصلت؟ تليفوني عليه 10 أسماء الأخت سوسو وشركتها. فسوسو بتكلم فضيلتك الساعة 12:30 بالليل عشان تقوم معاك الليل في التليفون. معايا حضرتك؟ بصيت فانت قلت والله العظيم والله لا امسح رقم، بل والله العظيم لم غير نمرة التليفون. ده اسمه من تمارين الايه؟ من تمارين العزيمة. وصلت ولا لسه؟ يبقى ثالث حاجة علشان تغير بها نفسك أن تكون صاحب إرادة، وذلك عن طريق تمارين العزيمة. وأنصحك في هذا أن تكون موافقا مرافقا لطبيب من أطباء القلوب، داعية كده يكون فهمك وعارف بلاويك، علشان يعرف يديك التشخيص الصح في الوقت المناسب. معايا يا اخوانا؟ يعني اقوم مثلا رايح لواحد زي عم الشيخ محمد، اقول له يا عم الشيخ محمد ايوه انا لازق لك. ليه؟ لان انت اللي هتوصلني لربنا، هتاخد بايدي لربنا، صح؟ بس خلي بالك مش كلمه توصلنا لربنا ان في واسطه، احسن الكلام يتفهم غلط. مفيش حاجه اسمها وسايط بينك وبين ربنا. يقول لك ازاي ما فيش وسايط؟ انت عايز تدخل على الناظر تدخل على طول، ولا لازم الفراش وبعد كده كبير الفراشين وبعد كده كبير الفراشين يبص لك يقول لك انتوا اشكال يا ابني، ما تنفعش تدخل على الناظر يا ابني، تعالى لي انا هنا. لا، الكلام ده مش مع ربنا حبيبي. قال الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان. صح؟ يبقى دي تاخد بالك منها قوي. 4 كن فاعلا في غيرك. يعني ايه كن فاعلا في غيرك؟ الإنسان إما مؤثر وإما متأثر، صح يا شباب؟ إما أن أكون مؤثرا وإما أن أكون متأثرا. علشان كده أختار لك أن تكون جامعا بين الخيرين، مؤثر ومتأثر، صح؟ ده فكرني بنصيحة نصحني بها فضيلة شيخنا أبي أحمد محمد حسان وأنا عندي 10 سنوات. فقال لي يا علي اتعلم وادعو. طبعا انت قاعد تسمع توجيهات كتير، شيخنا الشيخ فلان يقول لك اقعد يا ابني مكانك
وخليك 20 سنة تحقق حديث، تسيب الشيخ ده وتروح للشيخ التاني يقول لك شوف يا ابني انت اشكالك دي ما ينفعش فيها الحركة، تقعد هنا تقعد تتعبد 50 سنة، وبعد كده ان رأى الله عز وجل ان انت تصلح هيفتح لك الباب. واحد تالت يقول لك شوف يا ابني اشتغل يا ابني، انت مالك انت ومال الدين يا ابني، انت مالك. في دعاء رسميين هم اللي يتكلموا في الدين، الدعاء غير الرسميين يركنوا في بيوتهم. صح؟ سمعت أطروحات كتير، فالشيخ محمد حفظه الله نصحني بهذه النصيحة، وهي دي اللي أنا عايز أقولها لك. تعلم وادعو. يعني إيه تعلم وادعو؟ تأثر وأثر. كن صالحا مصلحا. وصلت؟ هو كده. لأن أنا لو ما تأثرتش تأثير إيجابي أو تأثر إيجابي هتأثر تأثر سلبي. يا إخواننا الشباب يعني إخواننا أصدقائي اللي موجودين، تلاقي مثلا من سن 16 سنة أو 15 سنة اللي هو من بداية سن البلوغ تقريبا اللي بيسموه سن المراهقة لغاية 30 سنة، هذا السن عنده إشكالية. إيه الإشكالية؟ إنه سريع التأثر سلبا أو إيجابا. علشان كده كل لعب المجرمين في مصر وفي غير مصر على مخاطبة مين؟ الفئة دي. صح؟ في جامعة من الجامعات جه واحد علماني. يعني ايه علماني؟ يعني لا ديني. علمانية يعني لا دينية. جبت الكلام ده منين؟ من دايرة المعارف البريطانية. معايا؟ فالعلماني ده دخل للشباب يقول لهم أنا عايز إن احنا نتحرر من كل قيد، نسيبنا من الكلام ده كله ونتحرر من كل قيد. طيب لو احنا تحررنا من كل قيد ايه اللي هيحصل في مجتمعنا؟ هيقع. صح؟ هيقع اجتماعيا وسلوكيا واقتصاديا واخلاقيا. صح يا شباب ولا لا؟ طيب ليه بيخاطب الفئة دي في الجامعة؟ علشان هو عارف انه ممكن يزرع افكاره السامة داخل هذه الفئات. انما لو جه يكلم راجل كبير هيلاقيه حائط صد. علشان كده الجماعة الامريكان قال لك يا عم احنا تعبنا مع الناس الكبيرة دي، نحاول نجيبهم يمين نجيبهم شمال، هم اللي في دماغهم. خلاص ارمي طوبة الناس الكبيرة واشتغل في التدمير على مين؟ على الشاب. علشان كده نبص نلاقي الولد في الابتدائي مجرم ولا لا؟ في ابتدائي بقى مجرم ازاي؟ عن طريق التوجيه. اعدادي بقى سافل ازاي؟ عن طريق الاعلام. ثانوي بقى متخصص في معاكسة الحريم ازاي؟ عن طريق النت. صح؟ جامعة بقى معاه دكتوراه خلاص، هو بقى بيدي المنح. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ قال لك كن فاعلا في غيرك. كن فاعلا في ايه؟ في غيرك. لازم تجتهد أن تأخذ بأيدي الناس إلى الله، لأن حاجة من الاتنين، لا هتبقى مؤثر لا هتبقى متأثر، لا إما هتدعو لا إما هتدعى. تخيل واحد حاضر. لا تخيل انت واحد زي حضرتك كده، واحد زي حضراتكم، الناس دي طلعت النهاردة فشافت واحد بيعاكس واحد، فجه الراجل قال له يا ابني غض بصرك. مشي مع اللي بعده فلاقيه بيتفرج على ميلودي، فقال له يا ابني اتق الله واقفل البتاع ده، فقفل. واخد تالت وهو ماشي لقى بيتفرج على حاجة مش كويسة عن طريق الايه؟ الموبايل. قال له يا ابني خاف من ربنا، ده هيبص على الحرام ولا هيتكسف؟ انا بسأل، هيتكسف ولا هيبص؟ لا هيتكسف، لانه حس ان هو مراقب، وانه الكلام اللي بيدعو الناس له لازم انه ايه؟ انه يعمل بيه. صح؟
فيمشي عندكم في أسوان يلاقي نسوان صيعة جايه لنا من انجلترا مثلا، ولا جايه لنا من اي مصيبه سوداء وعريانه، هيبص ولا هيبص ولا ايه؟ الرجاله بتضحك. هيبص صح؟ لا مش هيبص، لانه بيعمل ايه؟ لانه قاعد يدعو الناس ليه؟ الى الله. اذن يا اخواني، كلما ثبت الانسان على مبدئه ودعا الناس صار فاعلا مؤثرا في مجتمعه، وبالتالي يصعب ان هذا الانسان يتأثر بغيره. طيب، رقم 5: اجتهد غاية الاجتهاد أن تلازم الناجحين. رقم 5 ولا رقم 4؟ 5: أن تلازم الناجحين. أي إنسان عايز ينجح بيقرب من الناجحين، وأي واحد عايز يفشل بيلزق لمين؟ يلزق لمين؟ للفشلة. كمان مرة، أي إنسان عايز ينجح بيشتغل مع مين؟ مع الناجحين. وأي إنسان عايز يفشل بيلزق لمين؟ للفشلة. صح يا جماعة؟ بيقول لك من جور السعيد يسعد. أنا عايز أفتح مشروع موبايلات وأنا ماليش خبرة، هقوم رايح محمد ده لهلوبة، تاجر شاطر جدا. صح؟ سؤال: أنا لما شاركه أنجح ولا أفسد أو أفشل؟ أنجح. طيب، أنا رحت شاركت واحد حرامي، هيعمل فيه إيه؟ هيقشطني، هيخليني على الحديدة. إذن اللي يجاور السعيد بيسعد، اللي بيجاور الناجحين بينجح، اللي بيجاور الناس اللي عايزة تتغير أو اتغيرت بالفعل بيتغير. فلان زميلي كان أكبر حشاش في أسوان، وبعدين سمع الشيخ محمد حسان فراح معيط وقال له: يا رب أنا تبت إليك. سمع الشيخ الزغبي قال له: يا رب أنا تبت إليك. سمع الشيخ محمود المصري: يا رب تبت إليك. سمع أخونا حازم: يا رب تبت إليك. الحمد لله. أنت لما تحب تتغير تقرب من الشخصية دي ولا تبعد عنها؟ تقرب، لأنه عاش نفس آلامك ونفس التجربة اللي أنت بتعاني منها. صح يا جماعة؟ أنا عايز أبقى أستاذ جامعة، أقعد مع مين؟ مع كبار الناجحين النابهين من أساتذة الجامعة، من أساتذة كليتي، علشان أنجح زيهم. صح؟ إذن تعرف على الناجحين. ممكن تتعرف على الناجحين في السلف والخلف. يعني أقول لك على حاجة، تعرف ابن النفيس؟ تسمع عنه؟ مين ابن النفيس؟ مكتشف إيه؟ مكتشف الدورة الدموية، جزاك الله خير. تسمع عنه؟ ولا أعرفه منين؟ تفكرتني بواحد وقفته في كلية أداب جامعة المنصورة عندنا، فبقول له: يا ابني روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة. وبعدين حسيت ان الأخ يعني الموضوع فبقول له: أنت تعرف أبو هريرة؟ قال له: ولا سمعت عنه والله. من إيه؟ فقلت له: يا ابني ليك حق يا ابني، ما أنت اتربيت على مدرسة بحبك يا حمار، الحنطور وتحنطر، ثقافة العربجة اللي نشروها في ال5 سنين الأخيرة. صح؟ ثقافة الإباحية اللي كانوا عايزين يقوضوا بها الصحوة. ليك حق يا ابني. هتعرف أبو هريرة منين يا حبيبي؟ حصة الدين مش موجودة في المدارس، الجوامع ممنوع فيها الدروس، وبيطلعوا ناس مختومين على أفاهم، واخد بالك، يطلعوا يقولوا أي كلام. صح؟ والدنيا هيص، نوادي ممنوع فيها ندوات دين، ده كلمة دين دي كأنها ارتكارية. جامعات ممنوع جماعة الدعاة اللي يدخلهم، ولو دخلوا عشان يتريقوا عليهم. صح؟ طب هيجي لك الدين منين؟ ولا هتجي لك الأخلاق السامية منين وانت ما تعرفش حاجة؟ نرجع لموضوعنا. ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية ده كان رمزا ولا يزال في الطب الإسلامي وفي الطب الحديث.
طيب في واحد اسمه أبو القاسم الزهراوي، حد يسمع عنه؟ أبو القاسم الزهراوي ده من أكبر أو من أكابر علماء التصريف. في ذنون المصري من أكابر علماء الكيمياء. لما تقرأ في تاريخ الأندلس، يعني أنا عندي موسوعة في تاريخ الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان، تجد إن إحنا كنا سادة العالم في كل المجالات الطبية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية. طب إيه اللي حصل للمجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي بقى عالة على البشر، بقى مجتمع مستهلك مش منتج، صح؟ علشان جاورنا الفقر، ما تعلمناش. شوف يا أخي هونج كونج واليابان، ودي حتى عايز أقولها لك أنت يلي بتقول أنا ما أقدرش أتغير. شوف هونج كونج واليابان كانوا بعد الحرب العالمية ما يسووش، بقايا بني أدمين، صح؟ بقايا دولة، صح؟ دلوقتي بقى اسمهم النمور الأسيوية. تعرف يعني إيه النمور؟ يعني اللي هيقرب هتفترسه، صح؟ عمرك سمعت إن أمريكا قربت من النمور الأسيوية؟ عمرك سمعت؟ طب خليها تقرب كده، ربنا يوقعهم في بعض، هتبقى يعني أمريكا أمها ضاعت عليها. ليه؟ لأن العالم لا يحترم إلا الأقوياء. يا أستاذ خليك قوي وتعرف على الأقوياء، تصل إلى ما تصبو إليه، صح؟ في واحد عندنا في المنصورة دون ذكر أسماء، شاب كده ما شاء الله في كلية حقوق، فالأخ ده قبل ما ربنا يهديه حاجة كده صعبة جدا، لما ربنا شرح صدره والتزم وتسنن بيمشي في الشارع ولا واقف مع بنت يشوفه يقول له ايه اللي موقفك هنا؟ يقول له معلش يا شيخ انا متاسف. اشتري دماغك، صح؟ يمشي يلاقي واحد بيسب بالدين، يقول له بتسب بالدين ليه يالا؟ يقول له انا اللي غلطان. ده مين اللي امه ضاعت عليه؟ هيتحط مع الاخ ده. يمشي مثلا يلاقي عيال قاعده في عربيه بتحشش، يقوم داخل السلام عليكم، تلاقي الدنيا اتغيرت. انا عايز اقول لك بس حاجه، ليه كل الكلام ده بيحصل؟ توفيق من الله ابتداء، ثم لان العالم كله لا يحترم الا الأقوياء. علشان كده بقول لك خليك قوي. 2، صاحب الأقوياء الناجحين الملتزمين المحترمين تصل إلى بغيتك، صح؟ صح يا شباب؟ صح يا أخوانا؟ أنا عايزك تاخد بالك من الحاجات دي. 1، توطد علاقتك بالله. 2، تغير قناعاتك. 3، تكون صاحب إرادة. 4، تكون فاعل في غيرك. 5، من جور السعيد يسعد صاحب الناجحين. 5 حاجات بس. أنا عايزك لا تنسى أن الموفق من وفقه الله، وأن المعان من أعانه الله. قال الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بقالك فترة طويلة نفسك ومنى عينك تقطع الارتباط المحرم والعلاقة المحرمة بينك وبين الجماعة بتاعتك، وتدخل في طور نور مش في طور ظلام، تخطب وتكتب كتابك وتتجوز. بقالك فترة قاعد تقول الكلام ده وفي الآخر ما عملتوش. تعرف ما عملتوش ليه؟ علشان لسه ربنا ما أعانكش. إذن الحل أن تستعين بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز. نستعين بالله يا أخوانا. طيب
عايزين نتغير نغير دي تشتغل. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي على رجله ويقعد يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صح؟ يعني النبي تعب ولا ما تعبش صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لي ويوصل لك الرسالة دي؟ صح؟ جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وألحقنا الله به في الفردوس الأعلى، علشان تلحق برسول الله في الفردوس الأعلى لازم تشتغل زي ما النبي اشتغل. صح؟ إنما حضرتك داعية برتبة باشا، اللي عايزني يجيني أنا ما بروحش لحد. يا مولانا مضى هذا العهد، اشتغل وانزل للناس. انزل كده امشي على الكورنيش وتقوم داخل السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله. تلاقيهم قاموا كده اتفضل يا شيخ، ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه، صحتكم احوالها ايه الجمال ده يا عم، فيش بنت قاعده معاكم كده تطر القعده دي؟ يبص لك كده لا اله الا الله، ده انا كنت فاكرك اصلي طلعت تايوان. هيقول كده. تبدا انت تشتغل معاه وتكلمه وتذكره بالله، والله ستجد ردود، أو ستجد مش ردود أفعال، ستجد رد الفعل في نفس اللحظة. صدقوني. هحكي لكم قصة شاب أمريكي ونخلص. مش انتوا زهقتوا برضو؟ ما زهقتوش يا أخي؟ ده أنا تعبت. لا إله إلا الله. هي المقاولة على ساعة يا رجالة. اللهم صل على النبي محمد. الشيخ سين اللي هيعرفه له هدية. تخيل ايه الهدية؟ ها، اللي هيعرفه له هدية برضه، اللي هيعرف الهدية له هدية. ها، الهدية ايه؟ ها، كتاب. ها، كتاب الله ما شاء الله. سواك. طيب هي بصراحة يا جماعة يعني كل الحاجات دي جميلة جدا بس معيش والله. طب أنا عندي هديتين جزاك الله خير يا شمام. الهدية الأولى بوسة، عشان كده ما حدش هيعرف. الهدية الثانية العصير ده. يحكي لنا هذا الشيخ أن شابا في لوس أنجلوس أمريكا يا كريم يا رب. الله أكبر. مين اللي هياخد البوسة؟ اللي قال الشيخ محمد حسان مين؟ مفيش حد هنا بيقول حاجة؟ قطع النفس. طب نشوف حد كده. تعالى يا أخي، الأخ اللي لابس قميص. أيوة أنت تعالى. جزاك الله خير. اتفضل. بلاش البوسة. اتفضل يا أخي. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله يكرمك. اتفضل يا أخي. أي خدمة. مفيش أي حاجة تانية؟ واحدة تانية؟ ده أنا هفلسكم يا مشايخ. بعد حد قال لكم تقعدوا جنبي؟ فيحكي لنا شيخنا حفظه الله بيقول إنه كان في لوس أنجلوس، فبيقول في شاب أمريكي أسود زنجي. طبعا الجماعة اللي بيسموهم أمريكان دول اللي قاعدين يقول لك الديمقراطية والرأي الآخر، دول عندهم تفرقة سوداء على أصل اللون. تعرفوا دي؟ إما كنتوش تعرفوها عرفوها. اللي قاعدين يقول لك احترام الإنسان وحقوق الإنسان، اللي قاعدين يضحكوا علينا. فأخونا بتاع لوس أنجلوس ده كان أسمر، فدخل مسجد كلهم بيض. إيه قصة الدخول؟ بيقول قعدت أدخل عايز أقضي حاجتي عزكم الله، فبص يمين شمال. قال فوجدت ما يشبه النايت كلاب، النادي الليل. بيقول فدخلت فوجدت شيئا عجيبا، لقيت واحد واقف والناس تصطف من حوله صفوفا مستقيم. لا إله إلا الله. الناس دي بتعمل إيه؟ هو طبعا ما يعرفش إن ده اسمه الإيه؟ إسلام. بيقول فنظرت
فوجدت بغيتي الخلاء. قال فانطلقت ثم خرجت. شفت الناس همم. فدخل إلى هناك ثم خرج. قال فدفعني حب الفضول أن أنظر ما يفعل هؤلاء. فقلت له بعد ما خلصوا جذبته، فقلت له بالإنجليزية What's your name؟ ما اسمك؟ قال My name is مصعب. My name is مصعب. تخيل هناك بيسموا ايه واحنا هنا سوسو وفوفو وشقاليطة. قال له انت حضرتك انتوا بتعملوا ايه؟ قال له احنا مسلمين وبنصلي. تخيلوا مسلمين وايه وبنصلي. تكلم الولد تقول له يا عم انت مش هتصلي؟ يقول لك لا شكرا والله. هو انا بعزمك على غدا ولا حاجه؟ توقف واحد حضرتك مش هتصلي معايا؟ والله يا شكرا شكرا عفوا يا حبيبي صلي برضه. اخد بالك انت ازاي؟ تيجي تقول له طب يقول لك انتوا ليه بتفرضوا الاسلام؟ هو ربنا فرض الصلاه؟ ربنا فرض الصلاه؟ لا اله الا الله. بني الاسلام على 5. قال لك ده كان زمان، دلوقتي بني الاسلام على 4، لان في حاجه اسمها الاسلام الامريكاني المعتدل. واخد بالك انت ازاي؟ فالراجل كان بيصلي. قال له بنصلي واحنا مسلمين وبتاع. قال له يعني ايه اسلام؟ قال له ثانيه واحده. ثم انطلق هذا الشاب الى الشيخ واتى باخينا هذا. طبعا ده لو عندنا في مصر كان هيقول ده ابن تيمية مات وسابني يا ابني. شيخ مين يا ابني؟ تعال اقعد جنبي يا ابني هتتعلم يا ابني. العلم في الراس مش في الكراس. عشان كده الشافعي بيقول والله ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فأفتى. فجلس هذا الشاب بين يدي الشيخ، ثم وقف أخونا مصعب ونادى في الناس أيها الناس لا تنفضوا واجلسوا أماكنكم واسألوا الله أن يشرح صدر هذا الأخ على يد شيخكم. يقول هذا الأمريكي. فالناس قعدت وكل واحد راح رفع إيده بيقول وأنا ببص في السقف أنتظر أن يفتح السقف. ما هو ما يعرفش ان دي عبادة اسمها عبادة الايه؟ الدعاء. كل حاجة عندهم مادية، مفيش روحانية خالص. بيقول الشيخ ذكره تذكرة بسيطة فقال له أحس بأن شيئا يزاحم شيئا. قال له أبشر فهذا نور التوحيد يزاحم ظلمات الشرك. فما إن شرح الله صدره حتى قال كيف أدخل في دينكم؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد هذا الشاب شهادة الحق والصدق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر الناس جميعا. ما تكبروا الله. يقول هذا الشاب فدخل، يقول مصعب دخل هذا الشاب الأمريكي إلى الخلاء واغتسل ثم خرج كما علمه إخوانه. فقال لإخواني أود أن أفعل فعلتكم التي كنتم تفعلون قبل قليل. اللي هي إيه؟ اللي هي الصلاة. طبعا تخيل لو كان عندنا دي كان يقول له أنت مستعجل على الهم بدري ليه يا ابني؟ ما أنت هتصلي لما يتقطع نفسك. احنا ورانا غير الصلاة. يعني هم اللي صلوا أخذوا حاجة؟ مش ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة غريبة. يقول فصلى هذا الشاب خلف الشيخ والشيخ قرأ آيات محكمات من سورة مريم فبكى هذا الشاب بكاء أدهش الحاضرين حتى أن الناس بكوا لبكائه. طب السؤال، رجل أمريكي لا يعرف شيئا عن العربية، صح يا أخوانا؟ صح؟ رقم 1. 2،
مش فاهم حاجة. صح؟ إزاي بكى؟ ربنا جاوبنا فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب يا مولانا ما احنا بنسمع القرآن ليل ونهار، ترفص يمين وشمال ان انت تنزل دمعة؟ ما بيحصلش. عم الشيخ محمد صوته رائع، وعم الشيخ أحمد صوته ممتاز، الراجل يقف يصلي في الجامع في رمضان وانت تبص على الجامع ان انت تبص تلاقي حد عيط لا إله إلا الله. فيه يا اخوان؟ قال لك ربنا برضو جاوبنا على دي فقال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني مستحيل واحد قاعد يتفرج على الحريم وقلبه يبقى هين لي. صح؟ مستحيل واحد هيطرطق السيجارة بعد ما اخرجني ويقول لي أحسنتم يا فضيلة الشيخ وقلبه يليه. مستحيل ان واحد هيرجع يكلم البت بتاعته في التليفون النهاردة وقلبه يليه. مستحيل ان واحد يسيب الصلاة في المسجد وقلبه يلين. مستحيل ان واحد يسيب القرآن وقلبه يلين ويحط ايبوت في ودانه ويقعد يسمع ويعمل لي فيها عبده التعبان. واخد بالك انت ازاي؟ مستحيل. صح يا اخوانا؟ مستحيل والله. سبحان الله. واحد واكل ميراث اخته يقول لك احنا ما عندناش في سلو بلدنا ان ما فيش حاجة اسمها اختي تاخد الارض تاخد مواسم. يا راجل اتقي الله، ده ظلم يا راجل. مستحيل واحد يطلع يتشاكل من عيلة مع عيلة علشان القبليات المتخلفة التي حاول أعداء الله عز وجل إبقاءها. صح؟ كنت في الأقصر فقاعد في ندوة وبعدين وأنا خارج قالوا لي لقيتهم عاملين كده عليا كماشة قالوا لي أصل في عيلة مش عارف مين بتتشكل مع عيلة مين. ببص يا أخوانا لقيت عيلة طلعة مش بسلاح بجيش بقيادة. واخد بالك؟ قالوا لي بالتقسيمة كده الأطفال ماسكة إزاز تقعد تكسره في الابتدائي، إعدادي شوم، ثانوي سكاكين، جامعة فرفر، بعد الجامعة آلي توكلنا على الله. ببص يا أخوة ولا إيه بقى الموتوسيكلات طلعت وكله ماشي بسكاكين. أنا طبعا أول مرة في حياتي أشوف الإيه أنا أعرف العركة، ما كنتش أعرف المعارك الضارية بين العائلات في الصعيد. مسخرة والله مسخرة. فبقول لهم طب والنتائج أصفرت عن إيه؟ قالوا لي دي حاجة بسيطة جدا، ده عشان بركة وجودكم بس. قلت لهم بفضل الله إيه اللي حصل؟ قالوا لي شجوا بطنه نصين. قلت لهم شجوا بطنه نصين؟ أنت بتتكلم عن فرخة؟ قالوا لي يا شيخ ده حاجة بسيطة جدا، ده أقل عركة للعيلة ديا والعيلة ديا بتطير 5 6 رقاب. 5 6 رقاب هي خرفان يا رجالة. يا اخوانا احنا ربنا يسترها معنا يا رب. ثم قست قلوبكم. فالراجل بكى. يقول الشيخ محمد حسان دخل علي شاب بعد سنة. ذهب الشيخ مرة أخرى لدعوة الناس في رمضان إلى الله. بيقول دخل علي شاب عمره دلوقتي يا اخوانا ايه؟ عمره الحقيقي دلوقتي ايه؟ سنة. صح؟ مش الإسلام يجب ما قبله؟ يبقى عمره الحقيقي سنة. طب نشوف واحد في سنة عمل ايه. واحد أسلم والإسلام يهدم ما قبله. صح؟ 2 حفظ نصف القرآن. 3 أعفى لحيته بقى زي سيدنا النبي. 4 قصر ثوبه. 5 سمى نفسه مصعب. 6 صار مؤذنا في المسجد الذي أسلم فيه. 6 إنجازات في سنة. هسألك السؤال المحرج، عند حضرتك كم سنة؟ 20 25 30 40 50 وانت طالع.
عملت إيه للإسلام؟ معلش اقبلها مني وإن كانت ثقيلة. للأسف إن كثيرا منا يعد عبئا على الإسلام. صح يا راجل، ده في سنة عمل كل الكلام ده، وإحنا قاعدين صوتنا تنبح علشان تحافظ على صلاة الجماعة، علشان تسيبك من السلسلة والأنصيل وتسقيط البنطلون. يا خراب، تسقيط البنطلون. شفت في الأقصر واحد بوكسره لون جزمته لون شرابه. لا إله إلا الله، تقليد غريب جدا. فدخل هذا الشاب وقبل الشيخ بين عينيه، ثم قال له: يا شيخ محمد، أقرئ المسلمين في مصر مني السلام، وأبلغهم أني حجيجهم جميعا يوم القيامة، لأنهم تركوني وأهلي على الكفر. فماذا سأقول لربي وماذا ستقول أنت؟ قد يكون يا سيدي في عذر، صح، ممكن، ده احنا بنطلع من أسوان للأقصر بالعافية، صح. طب ايه عذرك بقى عن صاحبك اللي ما بيصليش، وعن أخوك اللي بيشرب، وعن أختك اللي بتكلم ولد، وعن أبوك اللي حاطط واصلة نص كم؟ صح. ايه عذرك؟ ايه عذرك عن أصحابك اللي في الدرس ما بيصلوش؟ ما بتقول لهمش صلوا ليه؟ أصل هيتريقوا عليا. هو أنت أحسن من سيدك النبي؟ ما قالوا عنه شاعر وكاهن ومجنون، وفي الآخر مكن الله لنبي، صح. ما تشتغل يا عم. عشان كده أنا عايز الناس تشتغل. يبقى احنا قلنا ازاي نغير نفسنا. هنعمل ورقة محاسبة من السبت للإيه؟ للجمعة، وهنلتزم ب5 صلوات. عبادة تانية، نعمل جمعية، مجموعة أصحابنا يعملوا جمعية ويبدأوا يدرسوا الحالات الفقيرة اللي في أسوان، اللي تحت خط الفقر، وينزلوا لهم بنفسهم. تعرف انت لو نزلت بنفسك تشوف الناس اللي تحت خط الفقر دي، قلبك هايلين جدا. وده هنستغله في توطيد علاقتنا بالله، صح. ما هو لو لن قلبي سأكثر من العبادة، صح. يبقى أنا طالب منك النهاردة على المستوى الشخصي عبادتين. 1 5 صلوات في المسجد جماعة. ما ينفعش يبقى 4، ما ينفعش، أصل ما فيش أوكازيون. 2 نعمل جمعية ونشتغل في خدمة الفقراء. هتتغير بنسبة واسعة لو بدأت كده. معايا يا اخوانا؟ طيب، وفي تغيير اصحابنا وفي تغيير اخواننا نعمل ايه؟ قال لك تعمل حاجة رائعة جدا، تبدأ تشتغل معاهم بعقليتهم بدماغهم. في اسطوانات هسيبها لكم هنا. فين احمد عطا؟ اسطوانات، تعال احمد. اسطوانات هسيبها لكم مع احمد هنا، ومطويات. الاسطوانات دي علشان نغير أسوان. مين موافق انه يغير اخوانه واصحابه؟ مين؟ طب جاملني وارفع ايدك يا اخي. ده التاني قاعد كده. طيب، هتلاقوا في مطوية اسمها انت عايش ليه، علشان الناس اللي ماشية في الشارع دي التايهة دي نعرفها ربنا خلقها ليه، صح. من أول تانية إعدادي لغاية الشباب تحت 60. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ أنت مش نفسك أن الإسلام يبقى هو المظلة الشرعية للبلد دي، صح. والإسلام اللي هو كتاب ربنا وسنة النبي، لا إسلام جماعات ولا إسلام أحزاب، صح. إسلامنا ديننا، صح، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة المتبوعين، الشافعي وأحمد، الناس المحترمة دي، صح. ففي ورقة اسمها ماذا لو اخترنا الإسلام، وفي كتيب اسمه هذا هو الإسلام. عايزين ننشره بشكل واسع في أصحابنا علشان الناس تحب الإسلام فتقول نعم
نعم للإسلام، صح. طيب أصحابنا اللي بيشربوا سجاير عادية وملغمة هنسيبهم؟ لا، في اسطوانة اسمها الوهم القاتل. الحبيبة اسطوانة الحب عذاب. اللي بيتفرجوا على حاجات نص كم وبيعملوا حاجات ربع كم اسطوانة الجريمة الكبرى. اللي نفسه يلتزم ويعرف طريق ربنا بس عنده شوية عقبات اسطوانة دعوني ألتزم. ايه رأيكم؟ النتيت اللي بيخش على النت كتير، يعني دي صيغة مبالغة. النتيت في كارت للنت، ماشي؟ رقم تليفونك يا أحمد اكتبه لي، جزاك الله خير. طلع موبايلك اكتب الرقم ده. في ناس مكبرة دماغها برضه، ماشي يا أخي. 014 12 92 312. كمان مرة 014 12 92 312. الأستاذ أحمد عطا. هتبدأ تشتغل مع أخوك أحمد، تقول له يا عم أنا عايز 50 اسطوانة من الحب عذاب عشان الحبيبة أصحابي. أنا عايز أغير نفسي وأغير أصحابي. I must change. أنا لازم أتغير. أنا عايز ألتزم، دعوني ألتزم. أنا عايز. أنت عايز ليه؟ عشان البشر التايهة دي. موافقين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى. مين هيغير؟ مين هيشيل السلبية القاتلة ويغير نفسه وأصحابه؟ ها، يلا بسم الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. في ناس يعني إيه، يعني أنت فكرتني بالراجل اللي هو إيه، مين هيغير؟ طيب حط نية وربنا يرضى عنك. ماشي يا إخواني. مين هنا له في الفيسبوك؟ جزاكم الله خير. وتويتر؟ طب اليوتيوب؟ طب مين بيتفرج على تامر حسني؟ جزاك. ايوه انا حاسس. اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم اهدي اخانا تامر حسني يا رب، واشرح صدره واخوانه. صح، لا نريد لهم الا الخير، لا نريد لهم الا ان يلتزموا. صح. هنعمل حاجة اسمها مليونية جمال الإسلام. مش أنت نفسك تيجي يوم القيامة وتبقى مع سيدك النبي وتقول له يا رسول الله أنا نصرتك؟ الشيخ محمد كان قاعد يقول القس اللي حرق المصحف. صح يا فضيلة الشيخ، ده اللي داس على المصحف كتير من المسلمين لما نفذوش تعاليم دينها. صح. الراجل ده شتمنا علشان حس ان ديننا ملوش قيمة في حياتنا. صح. ديننا مش رقم 1 في حياتنا، رقم 1000. فاحنا هنعمل مليونية جمال الإسلام. ايه مليونية جمال الإسلام؟ في خطب عايزها تنتشر في كل المواقع وعلى اليوتيوب خطبة الشيخ محمد حسان، الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. خطبة الإسلام ليس متهما. الخطبتين الأخيرتين عن شبهات حول الشريعة. تدخل على ويت والله هتلاقي لأخيك حازم شومان ماذا لو اخترنا الإسلام. تدخل على صفحة علي قاسم في ويت والله هتلاقي محاضرة جمال الإسلام. هذا هو الإسلام لو كانوا يعلمون. لو جمعنا الكلام ده في اسطوانة ونشرناها والناس عرفت جمال الإسلام، مسلمهم وكافرهم، المرأة تعرف محاسن الإسلام معاها، الرجل يعرف محاسن الإسلام معاه. صح. في العلاقات الدولية الإسلام هيعمل لنا إيه؟ في السياسة الإسلام هيعمل لنا إيه؟ في الاقتصاد الإسلام هيعمل لنا إيه؟ في الاجتماعيات الإسلام هيعمل لنا إيه؟ في علاقتي بالآخر الإسلام هيعمل لي إيه؟ لو الناس عرفت محاسن الإسلام هتقول نعم. نعم ليه؟ للإسلام.
لما مصر كانت اشتراكية كل الدول قالت نعم للاشتراكية، صح؟ لما مصر بقت ديمقراطية ديكتاتورية كل الدول قالت نعم للديمقراطية الديكتاتورية. لما مصر بقت رأسمالية، صح، مصوا يعني جففوا منابع الدول اللي حوالينا، صح. لو مصر قالت نعم للإسلام كل الدول هتقول نعم للإسلام. مش نفسك تلقى الله والأجيال القادمة كلها في ميزان حسناتك، صح؟ مش نفسك تلقى الله وكل الدول دي في ميزان حسناتك؟ أنا أول واحد مش هفرط في الأجر ده. مش عارف مين معايا، مين معايا؟ جزاك الله خير. في ناس برضه مش معايا. معايا يا إخواني؟ أنا خلصت كلام. حد له أي كلمة؟ يعني في الرأي والرأي الآخر، في شو شك؟ تعال أنت اتكلم وأنا أخلص أنا. طب تعال اتكلم وبلاش أنا. طيب في سؤالين جولي إن شاء الله نختم بيهم. أولا، يوم الخميس ستشرف أسوان بأن يكون فيها فضيلة شيخنا الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. وأنا عارف أن رجالة أسوان بيحبوا الدين، بل أنا عايز أقول لكم كلمة لله، والله على ما أقول شهيد، ولا أجامل، أقولها لله: لا يهزم الإسلام وشباب الصعيد فينا. لا يهزم الإسلام في مصر وشباب الصعيد معنا. نسأل الله أن يحفظ شباب هذا البلد. طب لما الشيخ ياسر برهامي يجي لي يوم الخميس وجاي لي من اسكندرية، أحضر ولا طنش؟ يا مولانا ده يوم الخميس يا مولانا، انت مش مقدر، ما انتش حاسس معلش عشان خاطر الخميس ده، بس عشان خاطر انا، احنا يعني ايه، عشان خاطر انا، عشان خاطر اخوك علي. يوم الخميس هيجي فضيلة الشيخ ياسر عند أطلس. عند أطلس، عارفين أطلس؟ جنبكم هنا، بعد صلاة العشاء. اللي بيحبني يحضر لمولانا الشيخ ياسر. طيب ما حضرتش، أقيمت عليك الحج، دبستك أنا. يوم القيامة ربنا يقول لك: أعلمت أم جهلت؟ تقول له علمت بس كبرت دماغي. يقول لك: طب تعالى بقى، صح. فعايزين الناس تحضر وتستفيد من علم فضيلة شيخنا الدكتور ياسر حفظه الله تبارك وتعالى. إخواننا جايبين لي رقم تاني عشان الاسطوانات والكتيبات. 014 060 74 01. كمان مرة 014 60 4 60 74 01. في أخت بعتالي بتقول لي جزاك الله خيرا، بتقول لو سمحت تقول على بعض الكتب اللي بتنفع الشباب. أنا برشح لكم كتب الدكتور محمد العريفي، كتب الشيخ محمد صالح المنجد. بالنسبة للشباب والبنات هديهم 3 كتب. في كتاب جامع هيريحك، هيديك خريطة الإسلام تبقى في دماغك كشاب عشان ما حدش يضحك عليك. اسمه ماذا يريد الله منك. اسمه ايه؟ ماذا يريد الله منك. ماذا يريد الله منك بيتباع فين يا أخ أحمد؟ في مكتبة عندكم اسمها مكتبة الخلفاء، مكتبة الخلفاء الراشدين. اسمعوا أنا، مين ما يعرفهاش؟ كلنا عارفين. كتاب اسمه ماذا يريد الله منك. وبالنسبة للشباب في كتاب اسمه لماذا تطلق بصرك، عشان نحاول نعالج المشكلة دي. بالنسبة للبنات الحياء المفتقد. يبقى أنت تقرأ كتابين: كتاب ماذا يريد الله منك دي خريطة الإسلام، ولماذا تطلق بصرك عشان نشوف حل المشكلة الشهوة. والبنات ماذا يريد الله منك
الحياء المفتقد. إن شاء الله الأخ أحمد هيوفر لكم الكتب دي بسعر التكلفة، ستصلكم إن شاء الله إن شاء الله. طيب، بيقول نرجو من فضيلتك الحضور لإلقاء كلمة في معهد فتيات الطبية بأسوان الأزهري. خلاص مفيش أي مشكلة، بكرة الصبح أجيلكم قبل ما أسافر. خد التليفونات دي ويرتبوا، بس يعني يرتبوا مع الأخ أحمد عطا. لو جابوا لي موافقة أدخل على عينيا إن شاء الله، ما عنديش أي مانع إن شاء الله إن شاء الله، برجاء إلقاء الضوء على القبليات والعصبيات. يا أخوانا، ليه انتشرت القبليات؟ علشان احنا قلنا للدين لأ. قعدنا سنين حياتنا لا دين، صح؟ انتوا كنتوا في مصر هنا اتحكمتوا بالإسلام قبل كده ولا سمعنا عنه؟ إسلام مين؟ الإسلام في الجامع، نخرج من الجامع ندبح في بعض، صح؟ نخرج من الجامع نقتل في بعض، صح؟ طيب، إذن من عهد محمد علي لعهد محمد حسني الناس ما شافتش الإسلام، يبقى لهم حق يدبحوا في بعض ولا لأ؟ طيب، لو عرفنا أن الدماء في الإسلام لها حرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة يقضى في الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ازاي تتلوث ايدك بدم اخوك المسلم؟ والسبب ايه؟ يقول لك اصل الولد من عيلة حلمس والتاني من عيلة على الله، فالولد ماشي بص لولد عيل صغير من عيلته، بص له كده. طب بص لي كده ليه يا قال؟ ده انا من عيلة مش عارف مين. قال له: انت وعيلتك قامت حرب البسوس وغبر ولا مش عارف فيه يا عم. عيل وعيل يا سيدي، فيه ايه؟ ازاي؟ ده شرف العيلة يا عم. شرف ايه بس؟ صلى على النبي انت. الموضوع بس ايه؟ توسعته قوي يابا. الموضوع اسهل من كده يا جماعة. رسالة إلى أهلنا في الصعيد: ما تضحكوش علينا المجرمين داخلا وخارجا، ولو سمحتم احتكموا إلى دينكم وعقلكم وعرفكم وإسلامكم، واحتكموا إلى أخلاقنا. مش هلاقي واحد بيخبط في واحد علشان مش عارف واحدة. إيه يا ابني ده؟ إيه ده؟ واحد تاني ماشي ففي طار. إيه حكاية الطار دي؟ أصل من 30 سنة واحد ضرب واحد فقتل، فالعيلة ديا والعيلة ديا لازم ياخدوا الايه؟ بالطار. يا اخي اتق الله، هو انت اللي تاخد الطار؟ دينك قال لك كده؟ تقتل مسلم بريء تدخل النار علشان ما اعرفش ايه؟ هذا لا يجوز يا اخي. امال العين بالعين والسن بالسن يا سيدي. مش ليك يا سيدي، في حاجة اسمها حاكم مسلم وله حاجة اسمها الإدارة التنفيذية، صح؟ ايه ده؟ تبقى غابة فوضى، كل واحد يطول واحد يقوم دبحه، وتلاقي الناس يا أخي ماشية. يعني أخونا محمد بيسأل أخ من إخواننا النهاردة بيقول له: الآلي هنا بكام؟ قال له: يا عم ده متنوع. متنوع يعني إيه في الأسعار؟ قلت له: هو أنت بتتكلموا عن طماطم ولا حاجة؟ الآلي ومتنوع لا وب4000 لا. طب ما فيش حاجة أقل شوية؟ إيه يا ابني ده؟ أنتوا بتتكلموا عن طماطم؟ إيه يا إخواننا الكلام ده؟ أمال فين حديث النبي: ومن حمل علينا السلاح فليس منا؟ توديه فين؟ كل واحد دلوقتي ماشيلي الشباب حاطط سيف في بنطلون. أنا مش عارف إزاي، يعني أنا نفسي حتى أفهم إزاي واحد يحط سيف في بنطلون ويمشي في الشارع. لو سواق زنق عليه: فتح، أنت شايف نعمة؟ أيوة أنت أعمى.
أعمى يقوم نازل على طول، يعني مش يعني حتى مش يشتم على رأيهم، يعني ضرب ما فيش شتيمة، لا ده على طول ضرب يقوم مطلع الله أكبر بوم. يا ابني انت بتقاتل يا ابني اليهود ولا الامريكان يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول له يا شيخ نرفزني. يا ابني الله يهديك يا ابني، يا ابني هذا لا يجوز يا اخوانا. الاستهانة بالدماء دي من اخطر ما نعيشه هذه الايام. واحد تاني ماشي مش عاجبني شكل، يقول لك والله لا مثبته. والتاني التاني ماشي بمطوة قرن غزال، ده المؤدب يعني المحترم، محاطط كده البتاع في جيبه جنب المصحف، مصحف وسيف. يا ابني اللي انت عامله ده، يقول لك يا شيخ انا ما بعتديش على حد والله، بس لو حد جه عليا يا ابني اتقي الله يا ابني. انت ممكن لو اشرت لاخوك بحديد الشيطان يقذف في قلبك، يقول لك خليك ذكر، انت عايز الناس تقول عليك ان انت ما انتش راجل، خلص. ده الشيطان، تقوم انت مخلص تلقى في النار. يا سبحان الله يا اخي، انت بتتكلم في ايه؟ فنصيحتي لأهل الصعيد أرجو الله أن يفتح لها القلوب والأسماع. يا إخواني عظموا الدماء التي عظمها الله ورسوله. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم عرفة فقال ألا إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومي هذا في شهري هذا في بلدي هذا. صح، اللي بيحب النبي لازم يعظم كلام النبي يا جماعة. اللي بيحب النبي ما ينفعش يمشي كده. فأنصح نفسي وإخواني، أنصح كل شاب وبالذات الشباب أن نجتهد إن احنا نزيل القبليات والعصبيات الجاهلية. لما سيدنا النبي قعد عليه الصلاة والسلام فذكر بعض شرار يهود بعض الأنصار وبعض المهاجرين بإيه؟ بأيام زمان، أيام الجاهلية، أيام بعاث. فالاتنين سخنوا على بعض، صح؟ فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. صح، دعوها فإنها منتنة. يا إخوانا العصبية منتنة، القبليات مخالفة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة للعقل، مخالفة للخلق، مخالفة لولي الأمر المسلم، مخالفة لكل حقوق الإنسان، مخالفة. حط بقى أنت إيه؟ املأ الفراغ. طب نحل الموضوع ده إزاي؟ تذكروا كبراءكم بالله وتجيبوا العلماء والدعاء ليصلحوا بينكم فيما يعرف بالجلسات العرفية. ماشي يا أخوانا؟ حتى لا يتطور الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن تصلح كل إخواننا الذين حضروا معنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترزقنا وإياهم التغيير إلى الأفضل والأحسن الذي يرضيك وحدك يا رب العالمين. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، بك مؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصرنا يا رب العالمين آمنة مطمئنة
وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أهلنا في ليبيا، اللهم احقن دماء أهلنا في ليبيا. اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في البحرين، اللهم احفظ أهلنا في الأردن، اللهم احفظ أهلنا في بلاد الحرمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف ينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه بالكتاب والسنة. أصلح اللهم شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، تب عليهم من المخدرات والدعارة والتدخين يا رب العالمين. احفظ بناتنا بحيائهن وحجابهن يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي. قبل أن تقوم سلم على من بجوارك. قال رسول الله أفشوا السلام بينكم. طب نسمع كم بوده من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم روحي تردد وقلبي والجوارح والدهور شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلمون. أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون. أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين. أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدمين وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. شيدت للمدنية العظمى قلاعا وحصون. أيام كان الغرب يخبط في دياجير القرون حررته بالفتح من أيدي الطغاة الظالمين. ورعيته بالعلم حتى فاق كل العالمين. ورعيته بالعلم حتى فاق كل العالمين. لكنه لم يرع حق أبوتي شأن الخون. ولعل في الحمراء والقدس دليل المسلمين. أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء. أنا مسلم بعقيدة الغراء أسمو
سامقا نحو السماء إن قال حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الحق العداء سنشنها حربا ضروسا في ثبات وإباء لتهب في الدنيا العريضة ريح شرعتنا رخاء فالموت أحلى من حياة كحياة الجبناء فالموت أحلى من حياة كحياة الجبناء الله أكبر الله أكبر ما ألذ الموت في ظل اللواء في ظل اللواء هذه بلادي هذه بلادي ولتكن بين الرياض والبوادي فالفقر أحلى من حياة فالموت أحلى من رياض في رباها القلب صادي أنا مسلم جزاكم الله خيرا.